الحفاظ على هيدا الأرز والحفاظ على هيدي الطبيعة هي مصدر العيش. طلعت هيدي المحمية بتعطي بالسنة 19 مليون دولار، يعني ما يعادل كل دولار بيندفع بهالمحمية بيعطي 19 دولار. اللي عم نجرب نقوله من هيك نوع دراسات انه هيدا احسن استثمار. انت ما فيك تعمل اوتيل وتدفع دولار وتاخد 19 دولار، ما في. بنقدر نطعمي من المنتوجات اللي بتطلع عنا، ما بنشتري شيء من برا. العلاقة مع الأرض علاقة صادقة، علاقة هادئة، يعني شو ما عملت بالأرض ما بقابلك إلا بالسكينة وبالخير. بيطلع فيك هيك الطفل الصغير يلي له زمان كتير ما طلع، وبتترك حالك على الطبيعة اللي انت عايش فيها، يعني طبيعة جوا وطبيعة برا. يرجعوا للطبيعة للأرض، شوي هيك يبعدوا عن جو المدينة والعجقة والغبرة والإلكترونيكس. أهم شيء بدون الطبيعة ما فينا نعيش. يعني بتوصل لمرحلة إذا بتشوف حدا عم يقطع شجرة تحس عم بيقص من رجليك، عم بيقص من دايب. الوزدم والحقيقة يلي موجودة بالطبيعة ويلي موجودة بالشجر والتراب والأرض والحجر مش موجودة بهالطريقة البيور إلا بهود الكائنات. Sono qua per tanti motivi e sicuramente uno è il motivo principale, ovvero l'amore per la natura. الطبيعة لإلك، يعني أنت بتهتم فيها لتستمر أنت بصحتك وبديمومتك، يعني وللأجيال القادمة أكيد كمان. أجمل شعور وأجمل ريحة نفسية. ولكن أجيالنا عم بيربوا بطريقة مختلفة، بيربوا بالسيمنت وبالبيتون بالمدرسة، وما في احتكاك قوي مع الطبيعة. هي اللي بنجرب نعمله بالمحمية، إنه نفتح هالمساحات، نجرب نشجع الأهل، نشجع المدارس، نشجع الطلاب يطلعوا على الطبيعة، يتعرفوا. جزء من شغلنا إنه نحن نوعي أصحاب القرار، نلفت النظر إنه هيدي عملية مستقبل، عملية حياة. ما فينا نحن نخرب الطبيعة لنعمل شارع، لنعمل طريق، لنعمل أي نوع من البنية التحتية اللي موجودة. الطبيعة هي الأساس. منطقتنا كنز بكل معنى الكلمة، وخضارة كنز، وأهلها كنز، وكل شيء محيط فينا كنز من كل النواحي. فإذا مش نحن عرفنا قيمتها وحافظنا عليها وطورناها ووصلناها لكل العالم، ما حدا رح يساعدنا.